برحب بكم معنا مشاهدينا الكرام في القسم الحواري، وزي ما قلت لحضراتكم في مقدمة حلقتنا النهاردة موضوعنا هيكون فيها عن التسويق السياحي في محافظة سوهاج على وجه التحديد. والتسويق السياحي بمجمله بيشمل الترويج للأماكن السياحية والتاريخية في مختلف دول العالم بشكل جذاب ومبتكر، وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات ضمن برامج تسويقية سياحية لجذب السياح من كل مكان. وبما اننا النهارده بنتكلم عن كيفيه التسويق السياحي في محافظه سوهاج على وجه التحديد، حتى يعني تحظى بالمكانه التي تستحق على خريطه السياحه المصريه، يسعدنا يكون معنا في هذه الحلقه عماد محمد اسماعيل، رئيس لجنه الثقافه والفنون بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنميه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ عماد. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ عماد، يعني أنا قبل ما أدخل في تفاصيل إحنا عندنا إيه مقومات سياحية أو معالم سياحية موجودة في سوهاج، سؤالي الأول عن هي ليه سوهاج برغم كل المقومات اللي موجودة فيها والمناطق السياحية والمعالم السياحية إلا إنها يعني لا تحظى بقدر كافي على خريطة السياحة المصرية؟ بداية هي سوهاج مش موجودة أصلا على خريطة مصر السياحية. نعم. الشهر اللي فات يعني من أقل من شهر السيد المحافظ لواء محافظ سوهاج احتفل دكتور عبد الفتاح دكتور عبد الفتاح سراج احتفل بوضع سوهاج على خريطة السياحة في مصر. تمام. خلال 60 يوم طبعا. ده مهم طبعا ان هي كنا نبدأ توضع على خريطة السياحة، دي البداية. ولكن هي ما كانتش موجودة أصلا على الخريطة، فبالتالي هي مهمشة. نعم. علما بأن حضرتك بتكلمي عن مقومات السياحة، ويعني أحب قبل ما أتكلم في السياحة في سوهاج أنوه لحاجة أتكلم فيها السيد رئيس الوزراء من شوية في الأخبار اللي حضرتك قدمتيها في افتتاح محطة الطاقة الشمسية. لأول مرة يذكر اسم أبيدوس على مشروع على مشروع ضخم من المشروعات المصريه. وابيدوس معبد طبعا في سوهاج، اشهر معابد سوهاج بالظبط. وهو مش عايز اتكلم ان هو المفروض يكون في قائمه اشهر المعابد في العالم او في العالم. طبعا. فبالتالي كده احنا يعني نقول بدانا نفتكر انه في حاجه اسمها معبد ابيدوس في سوهاج. ده رقم واحد. رقم اثنين، السيد رئيس الوزراء اتكلم عن الخطة التنموية أو خطط التنمية المستدامة في 2030. نعم. والسياحة من الأساس، الخطط التنموية للسياحة أن تكون تنمية مستدامة. نعم. وده جزء برضه كويس ممكن طبعا يخدم معنا في تنمية السياحة في سوهاج. اتكلم سيادة رئيس الوزراء على جزئية تاني اللي هي أهمية الاهتمام بالمشروعات الاقتصادية والتنموية المستدامة برضه. نعم. والسياحة من المشروعات الاقتصادية الهامة جدا جدا اللي على الأقل في مصر بتعد من مصادر الدخل القوية. نرجع للسياحة في سوهاج. سوهاج يمكن هو المعروف لدى الجميع انه معبد ابيدوس. بدون شك معبد ابيدوس هو اضخم المعابد السياحيه اللي موجوده او الاثريه الحضاريه في سوهاج، ومن اقدم المعابد في مصر، اللي بيبدا من الاسره الاولى للاسره ال19، وبيضم 3 معابد مهمه جدا جدا، سواء كان معبد ايزيس او معبد رمسيس الاول او معبد الاوزوريون. لكن هناك معبد ميريت في اخميم، وهناك مقابر الحواويش دي اكتشفت من اكثر من 35 سنه، ومع ذلك لم تضع في الاهتمام. 800 مقبره. في برضه في روافع القصير يوجد معبد أتريبس، برضه معبد ما حدش مركز عليه. لدينا سياحة كمان تاني أهم، واللي هي السياحة لو اتكلمنا عن السياحة الدينية. لدينا الدير الأبيض، دير الأنبا شنودة في سوهاج، من الأديرة الضخمة جدا ولها تاريخ عريق، وهتجد إقبال شديد جدا جدا من كل أنحاء العالم. نعم. لو احنا فتحنا الباب لها وبدأنا نسوق لها تسويق صحيح. يوجد الدير الأحمر، وتوجد أكثر من سياحة استشفائية في أبيدوس. نعم. أبيدوس فيها مناطق للاستشفاء لأكثر من مرض. وهناك خبراء متخصصين توصلوا للأماكن ديت والمربعات ديت وتثبتت ومعروفة دي العلاج 1 2 3 ودي العلاج 1 2 3. كذلك السياحة التاريخية طبعا بحكم إنه حدث ولا حرج ما عندناش ولكن هي ليه مهمشة؟
انا على جيلي في الثمانينات ما كانتش مهمشه. انا من ابيدوس، من البلينه، وبالقرب من معبد ابيدوس. كنا يوميا نجد يعني اكثر من فندق عائم بينزل في المرسى السياحي في البلينه وينزل ابيدوس. وكانت الاتوبيسات السياحيه، كانت الافواج السياحيه لا تنقطع ولا تتوقف. نعم. ولكن مصر من الدول التي لا تنافس سياحيا. وليه ما تنافسش سياحيا؟ لانه عشان عندها كل المقومات. بالظبط، الادوات السياحيه اللي موجوده عندنا تفوق اي ادوات مصنعه. العالم كله حاليا بيبتكر السياحه، هي صناعه السياحه. صحيح. شرق اسيا وحتى في عندنا او في دول اوروبا الكل، وفي مصر عندنا بدانا نتجه برضه لتصنيع السياحه، سواء كان في شرم الشيخ او كان في الغردقه بس احنا عندنا الماده الخام يعني نصنع عليه. ومش عندنا ماده خام بس، ده انت عندك ماده خام تتحدي بيها العالم كله، وتتحدي بيها كل صناع السياحه ان ياتوا ب1% منها. لانه انت عندك تاريخ فرعوني لا يمكن لاي مكان في العالم انه يستطيع ان يصنعه او يستعيده. وجربنا في على فكره في اوروبا وفي امريكا متاحف فرعونيه. ايوه صحيح. ايام حمله اليونسكو كان في معابد اهديت للدول اللي شاركت في الحمله دي. وهو موجود المتاحف هنا. نعم. ولكنها لا تغني شيء ولا تصل الى 1% من اللي موجود عندنا. أيوة. الشيء الثاني، عندك اهم حاجه الطبيعه. احنا في كل اماكن، في كل بلدان العالم جليد وارتفاع درجه رطوبه وارتفاع درجه حراره، جو معتدل زي الجو المصري مستحيل. انت تستطيع انك انت تعملي سياحه صيفيه وسياحه شتويه. أيوة. على طول السنه. صحيح. زائد الطبيعه البكر اللي موجوده في مصر. في مصر البلد الوحيد اللي تشوف الجبل وتشوف الحدائق. نعم. اللي تشوف النيل، وده المستحيل. أيوة. اللي ممكن يتوفر في اي مكان تاني، ومع نسمه الهواء اللي بتدخل، مع كل حاجه متوفره تتحدي بيها. ايوه صحيح. فبالتالي عشان مصر لا تنافس اتحاربت، بتحارب. واحنا مش عايزين ندخل في قصه اتحاربت ليه وازاي. لا بس طب انا هنا هسال بقى في حاجه. اتفضل. طب هو احنا ليه نتحارب تحديدا في سوهاج؟ يعني معلش، ما احنا عندنا الاقصر وعندنا اسوان، ولو هنتكلم على الناحيه الثانيه اللي هي فيها مشاتي برضو ومصايف، يعني عندنا شرم الشيخ والغردقه والمنطقه بتاعت البحر الاحمر. تمام. طب هي ليه الحرب هتيجي على سوهاج؟ لا مش على سوهاج الحرب. لا انا عشت في اسوان في الثمانينات. انت كنا في الثمانينات كان لما عدد السياح، وخاصة في شهر 12 وشهر 1، أسوان والأقصر في الشهور دي وفي الثمانينات أكثر من عدد السكان. أكثر من عدد السكان. حقيقي. كان احنا كنا بنشوف الخيام وفي حديقة السلام وعلى الكورنيش، والخيام والأجانب نايمين فيها. أكثر من مينا، أكثر من عدد سكان المحافظة. تمام. فالكل بيتحارب. حاليا عددهم كام؟ لا معلش، بس طب ليه سوهاج؟ ما هي سوهاج عندها كل المقومات اللي موجودة عند الأقصر. أقول لحضرتك حاجة. احنا في فترة، مش يمكن احنا اللي كسالى يا أستاذ عماد؟ ما احنا هنتكلم في الجزئيه دي برضه. يعني احنا هنقول اللي لينا واللي علينا. طبعا. تمام. البدايه في حاجه واحده. سوهاج كانت مهمه 14. عشان كده بيقال عنها ان هي كانت من المحافظات الطارده. بالظبط. تمام. طارده لانها مهمشه في كل شيء. محافظه سوهاج لم تحظى باهتمام من الدوله الا بعد 2014. وما كان لها ان يعني تولى ادنى اهتمام الا ب 2014 برضه. تمام. كويس. لما بدانا نروح لسوهاج، بدانا نهتم بسوهاج كتنميه. ايوه. كمشروعات، كطرق. لكن سياحيا لسه ما بداناش. يعني لسه يا دوب المحافظ سياده اللواء عبد الفتاح سراج لسه يا دوب بيفكر انه احنا نبدا نحط سوهاج على الخريطه السياحيه. طب ال60 يوم اللي اتكلم عنهم سياده الدكتور عبد الفتاح، ال60 يوم دي هل هي رقم كافي عشان نحط محافظه بالكامل على خريطه السياحه وهي اصلا ما كانتش موجوده؟ هل ده وقت كافي؟ هو قصه مش المشكله في الوقت. لا، المشكله الاكبر في انك انت عشان تحطي سوهاج في الخريطه السياحيه ايه المطلوب؟ كويس. مطلوب عندك شبكه طرق جيده. مطلوب منك تسويق سياحي خارج مصر وداخل مصر. نعم. مطلوب منك اهتمام بالاماكن والمزارات السياحيه اهتمام جيد. مطلوب منك انك انت تدفعي بخبراء او متخصصين لتوعيه المجتمع اللي بيعيش في حوالين المزارات السياحيه، وتعرفيهم ازاي يستقبل السائح، ازاي يهتم بيه، ازاي يجذبه، ازاي يتعامل معاه، ازاي نديله الامان والاحساس بانه هو في بلد وفي مكان، زي ما كنا احنا صغيرين بنعمل كده. ولذلك انا في بدايه حياتي العمليه في التربيه والتعليم في التسعينات تقدمت بطلب لمحافظ سوهاج بمقترح
انه احنا نعمل يوم سياحي في كل شهر في المدارس، على اساس المدن زي البليانه زي اخميم، المدن اللي فيها اماكن ومزارات سياحيه يكون في يوم سياحي. اليوم ده لكل التلاميذ تثقيف للطلبه بالظبط، نعرفه ازاي يحب الحضاره بتاعته، ازاي يحب التاريخ بتاعه، ازاي يتعامل مع السائح، ازاي يغريه، ازاي يجذبه، ازاي يطلعه من عندنا وهو جواه انطباع وبصمه حلوه تخليه يرجع تاني، او ما كانش هيرجع فهو هيتكلم عننا بصوره ايجابيه، هياخد انطباعات جيده وهيوصل رساله نيابه عننا. ده السبب الرئيسي. طب حضرتك قدمت المقترح ده، انا عايزه بقى رد الفعل كان الرد اللي انا لما تقدمت بيه، الرد اللي وصلني انه احنا محتاجين تضافر عده جهود من عده وزارات. يعني احنا محتاجين انه نتعاون مع بين وكيل وزاره التربيه والتعليم، وكيل وزاره الثقافه، وكيل مش عارف ايه، والموضوع محتاج ويتحط في الدرج. وكل سنه وانت طيب. ما انا كنت عايزه اوصل للنقطه. لا ما هو لان الافكار ممكن تبقى براقه، المكان فيه كل المقومات اللي تساعد على ان ده يتنفذ. فكره ان احنا نختار يوم في الشهر عشان نخرج الطلبه ويتعرفوا على المناطق الاثريه، ولو من داخل المدرسه، سهل. من داخل المدرسه. طبعا انت مش اكتر من فيديو وهتعرضيه وهنبدا نشرح لهم. وعندنا الاخصائيين الاجتماعيين بطبيعه الحال موجودين داخل المدارس، يبداوا يهتموا بالجزئيه ديت. ايوه. يعني ما نكلفهاش للمدرسين ونحط عليهم ضغط زياده. لا، انا عندي اخصائي اجتماعي، عندي مشرف نشاط. يعني يمكن حضرتك في معرض كلامك يا استاذ عماد ذكرت مثلا الدير الابيض وفي الدير الاحمر طبعا. نعم. وانا يعني اكاد اتحدى ان لو في مثلا وسط كل 2000 طالب لقيت طالب يعرف ان في عندنا دير اسمه الدير الابيض او الدير الاحمر، رغم يا جماعه انه فكره الاديره دي يعني ده اختراع مصري صميم. فكره الرهبنه عموما نعم. ارتبطت بالاديره، وده اختراع مصري صميم. الرهبنه بدات او انطلقت من مصر. طيب احنا في حدود معلوماتنا واحنا بنتابع الاخبار في سوهاج يا استاذ عماد، مثلا سمعنا عن انه في رفع لكفاءه الطرق والمناطق المحيطه مثلا بمعبد ابيدوس، وده زي ما قلنا هيحطوا على التراك، يعني هيخلي الامور اللي ما كناش شايفينها قبل كده ابتدينا نشوفها. حضرتك تعرف انه رفع كفاءه الطرق ده من اول المقومات اللي بنوفر اول حاجه واهم حاجه، صح؟ طيب ده مش برضو بيسرع الخطى وبيخلي الامور طب هو فين؟ تبدو هو فين؟ احنا لو هنبدا نرفع كفاءه الطرق اللي موجوده وانا اعلم تماما كل شبر في كل طريق يؤدي لمعبد ويؤدي لدير في سوهاج. تمام. لو بدانا نعتمد على الطرق الموجوده ونحاول نزود كفاءتها او لا مش هتأدي الغرض. لا، محتاج انشاء طرق. شبكه الطرق المؤديه للمزارات السياحيه في سوهاج سيئه جدا، ويصعب جدا جدا انك انت تعمل فيها توسع او تعمل فيها تطوير. يعني مثلا طرق ابيدوس بالكامل البليانه، هو عرض الطريق 8 متر، ومن هنا يعني ري ترعه ومن هنا ترعه، هتوسع فين؟ يعني حضرتك تقصد احنا مش محتاجين رفع كفاءه، احنا محتاجين انشاء طرق في حين انه معبد ابيدوس على الطريق الصحراوي لا يبعد 2 كيلو. نعم. طب ما انا اعمل الوصله ديت وابدا اعتمد على الطريق الصحراوي في نقل السياحه. نعم. المطار سوهاج على مسافه قريبه جدا جدا من معبد ابيدوس، لانه في حاليا منتجع سياحي في معبد في ابيدوس. هذا المنتجع بيزوروا سياح، بينزلوا مخصوص على مطار سوهاج يزوروا معبد ابيدوس يرجعوا تاني. طيب ايه المناطق السياحيه؟ يعني احنا يمكن لما نقول ابيدوس يعني البليانه. نعم. مركز البليانه. وبنسمع بقى ميرت زي ما حضرتك ذكرت وسيتي الاول، وهو حتى واضح ان هم كلهم من عيله رمسيس الثاني، يعني هم كلهم فراعنه. ايوه بالظبط. لكن هل احنا عندنا الوان اخرى من السياحه او الثقافات يعني غير الفرعونيه موجوده؟ يعني هل مثلا في قبطي اسلامي؟ موجود. يعني وهي الاديره ايه؟ طبعا الاديره تمام. الاسلامي احنا عندنا العارف بالله، عندنا مساجد تاريخيه فاطميه في جرجا، في سوهاج. نعم. في اكثر من في طمة. نعم. في اديره كمان ثاني في طمة. وفيه عندنا السياحه الترفيهيه الى حد ما متوفره. يعني احنا لو اهتمينا بالنيل، بالمراكز السياحيه، عندنا حديقه الزهور في جزيره في سوهاج جميله جدا جدا، جزيره قروان. سوهاج نفسها محافظه جميله والله، في النيل جدا. جزيره جميله جدا جدا. لو بدانا نهتم بيها في السياحه الترفيهيه فهي فيها مجال. الحاجه الثالثه والاهم انه احنا لدينا بيئه ريفيه خالصه، يمكن لاي حد بيعدي فيها انه يستمتع.
وممكن نتعايش، ولكن احنا ما عندناش مهارات التعامل مع السائح كمواطنين، ما عندناش الانتماء الحقيقي الصادق اللي كان موجود على الجيل بتاعنا. حاليا غير متوفر الانتماء الحقيقي لتاريخك. أيوة. لحضارتك. لما انت تكوني عندك الانتماء قوي هتحبيها. يعني انا يمكن عايزه يعني تعقيبا على كلام حضرتك، لما اتعملت حمله اليونسكو اثناء يعني في الستينات، يعني عشان انقاذ اثار النوبه. فعلا. انت حضرتك يمكن انا وانت اتكلمنا دلوقتي في انه كان في معابد بالكامل اهديت للدول اللي شاركت في عمليه الانقاذ. نعم. والدول دي قد ايه محترمه هذه المعابد، وقد ايه بتقدرها، وقد ايه معيشانا احنا والغرب في اجواء كانك عايش في العصر الفرعوني. افتكر منهم متحف معبد الليسيه ودندور. أيوة. وفي متحف يمكن انا مش مستحضره اسمه دلوقتي، في باريس، في في المتروبوليتان في امريكا. بيقال ان المتحف ده محطوط يعني بنفس شكله القديم، ومعمول حواليه مجرى مائي يشبه نهر النيل، فانت بتقف قدامه كانك عايش في حقبه تاريخيه معينه في العصر الفرعوني. نعم. فمسله مثلا اللي في ميدان الكونكورد في فرنسا، يعني انا بقول احنا اولى بتراثنا وبحضارتنا. ده موضوع الحلقه، ده موضوع الحلقه يا استاذ شادية. الحلقه بتاعتنا احنا ايه؟ التسويق. ايوه، ما هو ده الموضوع. احنا ليه ما عندناش برنامج قوي تسويقي قوي سياحه؟ انت هنا بتستنكر ولا بتسال؟ عشان لو بتستنكر فانا اللي هسالك، هو احنا ليه معنى؟ لا، ما انا بستنكر كمان. طب اديني اجابه بقى ما دام استنكار. طيب، هو احنا لما سمحنا للسياحه المصنعه في مصر، مش هتكلم عنها في اي مكان تاني، لانه يحق لكل دوله انها تصنع سياحه وانها تتفوق وتنافس. خصوصا ان الدول دي نجحت. والمنافسه الشريفه لا عيب عليها. ولكن احنا في مصر في فتره من الفترات، وبدون ذكر اسباب مش هنتكلم فيها لانه قد يكون لها اسباب مش في مصلحه الموضوع بتاعنا. ليه اتجهت السياحه في مصر كلها توجه صناعي للسياحه المصنعه؟ ليه توجهنا كلنا لشرم الشيخ، للغردقه، للساحل الشمالي؟ وليه تعمدنا نتجاهل اسوان والاقصر؟ ليه تعمدنا نتجاهل الجيزه والاهرام ليه ده كان متعمد. ده كان متعمد. الاجابه على هذا السؤال على فكره واضحه جدا والكل يعرفها. تمام. فمش هتكلم فيها. انما احنا حاليا تخلصنا من القيود دي كلها، واصبحنا في دوله. احنا في عصر تقريبا هو عصر الانجازات العظيمه، عصر الانجازات العملاقه، عصر التحديات اللي قدرنا فيه نعمل عاصمه اداريه في وقت قياسي، اللي قدرنا فيه انه احنا نعمل اضخم المشروعات الصناعيه والزراعيه في وقت قياسي، قدرنا فيه انه احنا نعمل القطار السريع. ودي كانت حياه كريمه، انجازات حياه كريمه العملاقه. صحيح. القطار السريع والمونوريل وخطوط المترو وشبكه الطرق العظيمه العملاقه اللي اتعملت في مصر، كل ده قدرنا نعمله. طب ما خلينا نكمل المشوار، ما خلينا كمان. طب ممكن ارجع لك تاني اللي انا قلته في الاول. انا قلت لك في الاول مش يمكن احنا مش شاطرين؟ ما هو اكيد احنا مش احنا كشعب. لا احنا مش مهم احنا كمين. اللي هم اللي مسؤولين عن المسؤولين عن السياحه بالظبط. التسويق السياحي عندنا التسويق السياحي عندنا تسويق بدائي. بدائي جدا. كويس. الناحيه الثانيه لا يحظى باهتمام ولا يمول تمويل كافي. احنا عشان نحقق انجاز سياحي، على فكره احنا عارفين مين اللي بيحاربنا، وعارفين مين اللي بيهدنا، ومين اللي احنا كل ما بناخد خطوه لقدام هو بيكسر جناحاتنا ويرجعنا تاني لورا مكسورين الخاطر. ليه؟ احنا عندنا القدره. اولا احنا شعب لديه الثقافه العاليه جدا والثقافه الخططيه السياحيه على اعلى مستوى، ولكن يعجز عن التنفيذ تنفيذ مخططاته في ظل الكعبله اللي حضرتك بتتكلم عنها. لا، احنا عندنا تكنولوجيا عاليه جدا، وحاليا التسويق السياحي بقى يعتمد على التكنولوجيا. نعم. انت مش عارفه ازاي توصلي رساله تاريخك. زمان كان تشوفي افلامنا حتى في فيلم بيتصور في معبد الاقصر، وفي فيلم صراع مش عارف فين اتصور فين، وفي فيلم مش عارف يتعمل في الهرم. حتى السينما كنا النهارده السينما بتاعتك بتشتغل على ايه؟ بالمناسبه التدوين الوحيد لانجاز مشروع السد العالي كان من خلال احد الافلام السينمائيه طبعا. كويس. طيب النهارده احنا بنسوق لايه؟ احنا السينما بتاعتنا بتجيب ايه؟ شاليهات وفلل، منتجعات وشرم الشيخ، مش عارف. احنا ليه ما بنهتمش ليه لما بنتقدم؟ خلينا نعتبر ده فكر اقتصادي وما يمنعش انه يبقى موجود، لكن ما احنا برضه لو اهتمينا بالسياحه واديناها حقها
وحطينا المحافظات اللي هي مش موجوده اساسا على الخريطه السياحيه وهي عندها المقومات دي، ما هو ده برضو دعم اقتصادي وتنموي غير عادي وبتفاصيل كلها موجوده عندنا. لا قوليها بطريقه صح. اتفضل. قوليها بطريقه صح. انه كان فيه توجه من الدوله قطاع الانتاج السينمائي بيهتم بيه وبيخضع له. تمام. حاليا لا، اصبح الانتاج كله اقتصادي. كويس. اصبح كله رجال اعمال. انا هسوق لمين؟ هسوق للي يهمني، لكن انا لا تعنيني. لا، دي مهمه، انه لابد ان الدوله يكون لها الدور في دعم الانتاج السينمائي للمشروعات الضخمه، لانه الانتاج ده ضخم. عشان انت تعمل انتاج يرقى بمستواك ويسوق لك سياحيا، لا انت عايز راس مال عالي. بس احنا عندنا المقومات السياحه عندنا او الاثار عندنا يعني هي بتسوق لنفسها. يعني حضرتك شفت مقبره توت عنخ امون لما اكتشفت في اوائل القرن الماضي، الهيلمانات اللي هي عاملاها حوالين العالم، رحله توت عنخ امون كل سنه في بلدان اوروبا، شوف بتدخل لنا فلوس قد ايه. تمام. وده مجرد يعني ايه، لمجرد ان المقبره الوحيده اللي عثر على كل محتوياتها كامله. الاماكن اللي هي فيها انا عندي في سوهاج، احنا عندنا جاهزه هي موجوده. انا عندي في سوهاج تم اكتشاف 800 مقبره. طيب تمام، يعني انا اقصد ان المفردات موجوده بالظبط. لكن هنا بقى احنا عشان كده بنقول ليه احنا في تعتيم علينا. كويس. احنا محتاجين نسوق صحيح. في حد مصري وللاسف من عندنا من ابيدوس، حد عمل منتجع سياحي ضخم جدا وفخم جدا جدا، وبدا يسوق له بمفرده مع شركه سياحه في اوروبا، وبتنزل له الافواج بتاعته وتروح من عنده واقامته عنده. فرد واحد. لو كل رجال الاعمال حتى عملوا كده، طب ما ده حلو. طب ما ده كويس فعلا. لكن ما فيش رجال اعمال عايزه تشتغل. هو الراجل اشتغل والبلد اتحركت والمحافظه اتحطت على الخريطه. احنا ما عندناش. احنا عندنا فندق 7 نجوم في مدينه البليانه مهجور على المرسى السياحي بتاع البلد. طب ما هي الحاجات دي لو اتحركت كلها يا استاذ عماد، ما هي الفنادق دي نفسها هتشتغل. طب ما احنا هنبتدي نبني فنادق عشان نحركها، عايزين نحرك السياحه النهاريه. طب بص، هو عشان انت كده حيرتني، احنا عايزين نحط ايدنا على موطن الداء. اتفضل. العيوب فين بالظبط؟ يعني عددها لي 1 2 3. احنا محتاجين نعمل كيت وكيت وكيت عشان سوهاج تاخد حقها على الخريطه السياحيه. عشان تاخد حقها على الخريطه السياحيه عدهم لي 1 2 3. رقم 1 اهتمام كامل من مؤسسات الدوله. ميزانيه كافيه للنهوض بمستوى السياحه في سوهاج. تمام. 3 ثقافه السياحيه والوعي لكل الشعوب المحيطه بالاماكن والمزارات السياحيه. 3 دول اذا عرفت تعملهم صح. طب هل دول يعني هتنهضي غايه صعب ادراكها؟ لا، في اعتقادي انا الشخصي لا. ولكن انا شايفه كل اللي انت قلته ده يعني متاح. يعني وفروا لنا دول. ومع كل سائح هيجيني، انا ما عنديش وسائل التقنيه الحديثه العاليه اللي اقدر اسوق بيها خارج مصر. لا يا باشا، انت وفر لي انا الزائر، وانا هعرف ازاي اصنع من الشعب بتاعي عناصر جذب وتسويق. نعم. اعرف ازاي اجيبه تاني. نعم. طب احنا كنا بنتكلم عن انه مصر لديها تقريبا كل الانماط السياحه اللي موجوده في العالم كله. تمام. وربما دي فرصه موجوده عند مصر ومش موجوده عند بلدان كتير. وفي بلدان لما عشان هي ما عندهاش حاجات معينه او مواصفات معينه بدات تصنع. وصناعه السياحه مش عيب على فكره، دي حاجه جيده جدا. لو حبيت اعرف منك، هي سوهاج ايه الانماط السياحيه اللي موجوده فيها، سواء اللي معروفة لدينا حاليا أو اللي يعني توارت مع الزمن أو اختبأت ومحتاجة نزيل الغبار من عليها؟ رقم 1 طبعا السياحة التاريخية موجودة بكامل عناصرها. تاريخ يحمل كل أنواع الحضارة ويحمل كل أنواع التاريخ، وفيه روايات. يعني النهاردة العالم كله يعلم مين هي إيزيس طبعا، والعالم كله يعشقها، وخاصة الأوروبيين يعشقونها أكثر من المصريين. واحنا في معبد إيزيس ما حدش بيزورها. تمام. فبالتالي لا، احنا ليه الروايات ديت وليه التاريخ، ليه القصص. معبد ابيدوس مليء بالقصص، مليء بروايات حرب مينا وانتصارات مينا موجوده في ابيدوس. إيزيس وقصتها موجوده في ابيدوس. مشاكل عندك من كل الاسر، من اول ملوك الاسره الاولى لغايه الاسره 19 موجودين، تواريخهم برواياتهم. يعني تقريبا 3/4 التاريخ الفرعوني موجود في المعبد ده. ومع ذلك حاليا انا اعلم شباب جامعي وشباب خريج جامعي ويبعد عن المعبد مش اكثر من 400 500 متر ولا يعلم اي شيء عن المعبد. نتيجه ان المعبد اصلا مهمل. انا ما عرفتش اجذب جيران المعبد، هجذب سائح
بس يمكن احنا ثقافتنا كمصريين يا استاذ عماد يعني مش بس في ابيدوس، يعني انت ممكن تلاقي ناس هنا موجودين في اسوان تقريبا ما زاروش السد العالي، او ما يعرفوش شكل معبد فيلة او معبد كلبشه او ابو سمبل. نتيجه ما هو لنفس الاسباب اللي حضرتك تابعتها. وبعدين اصلا هو مين اللي هدى السياحه في مصر؟ ومين اللي دمرها؟ وهم ما هم ما جابوش حد من بره يدمرها. نعم. كويس، ما هم رعبوا العالم مننا، احنا اللي خليناهم يرعبوا العالم. وكنا نعلم تماما كجهات امنيه، كنا نعلم انه ده ضد السياحه وضد اخطر واهم مصدر دخل قومي لينا، وكنا ساكتين فرحانين بانه احنا نجيب عربيتين شرطه يمشوا السائح. طب وايه اللي يمنعنا دلوقتي ان احنا بقى كل ده احنا فاهمين كل ده؟ الدوله، انا في اعتقادي الشخصي انه الدوله حاليا عندها اهتمامات اكبر وعندها وبتفكر في اكثر من اتجاه بالظبط. فبيبقى في اولويات. اعتقد يعني مع تصريحات محافظ سوهاج عن وضع سوهاج على خريطه السياحه، اعتقد انه يعني احنا داخلين على المرحله دي، داخلين على مرحله الاهتمام بالسياحه وندور عليه. نعم. حتى بالفعل يعني احنا تحسي في شيء ملحوظ. ايوه، انه احنا بدانا نهتم بالسياحه. نعم. فاكيد داخلين على المرحله ديت، لانه كمان مؤسسات الدوله كان في دماغها حاجات تانية اهم، واحنا عندنا ازمات اقتصاديه وعندنا وكانت المشروعات العملاقه اللي اتعملت، فاحنا اكيد الدولة مش هتغفل هذا الموضوع. أكيد كمصدر من مصادر الدخل القومي أكيد هتهتم بيه. لو حطينا ترتيب رقم 1 أو 2 أو 3 وعملا بفقه الأولويات، نعم. تعتقد محافظة سوهاج إيه اللي يكون من ضمن أولوياتها النهاردة نهتم بيه؟ هل نركز في منطقة السياحة دي عشان نضعها على الخريطة وتاخد مكانها اللائق بيها، ولا بيبقى في عندنا مشروعات أخرى أهم ربما تكون يعني أولويتها أكتر من الاهتمام بالسياحة شوية؟ ما هو احنا كده لو هنتناول الجوانب العامه في سوهاج اللي هي احتياجات، يعني انا اقدر اقول انه حياه كريمه وفرت جزء مهم جدا جدا من الاحتياجات، ان لم يكن في صالح المواطن كشخص وفرض او استفاده فرديه، لا في صالحها كمحافظه، في صالحنا كشعب سوهاجي. يعني استفدنا من الوحدات الصحيه العظيمه اللي انشئت، من المدارس اللي انشئت، من خطوط الصرف الصحي اللي تمت، من توصيل الغاز للناس كده، من الاهتمامات كمان الاكثر بالمواطن البسيط اللي ما كانش يملك. يعني حضرتك شايف ان دي اولويه والدوله اولتها الاهتمام الكافي بالظبط، وبالتالي نخش بقى على اللي بعد كده اللي هو بقى من ضمنها ان احنا نهتم بالسياحه في سوهاج. لا، وفي حاجه ثانيه كمان، يعني يعني يمشوا على خط متوازي مع بعضهم، اللي هو البطاله. في سوهاج في مناطق صناعيه كثير واماكن كثير تصلح صناعي. نعم. سوهاج محافظه زراعيه، وطالما انها محافظه زراعيه يعني تصنع، سهل يعني تبقى صناعيه طبعا، وسهل انها تصدر طبعا، وسهل ولكن الشباب ينقص الخبره وينقص راس المال. نعم. فاحنا لو عرفنا نساعدهم في انه احنا نوصل لهم الخبره الاول. النهارده الدوله بتمنح قطع 5 أفدنة وبيت استصلاح لكل شاب خريج مش هيستفيد منه. نعم. ما انا ما اعطيتوش الخبره ولا علمته ازاي هيدير الارض ديت ولا ازاي هيزرعها ولا وبالتالي بيستلمها الولد ولا الشاب، يستلم وبعد 4 ايام ياخذ واحد يقول له خذ 2000 جنيه يفتح لك بهم كشك سجاير وهو ورجل اعمال يشتغلها. فاحنا دي برضه مهمه، احنا عايزين ندعم الشباب وبوعي كامل لاي ادوات هنديها له يستثمرها. نعم. ونستفيد من التصدير. يعني بما ان محافظه سوهاج زي ما حضرتك ذكرت كل الاثار والمعالم السياحيه اللي موجوده فيها، واحنا في هذا اللقاء بنتكلم عن انها المفروض تاخد مكانها على الخريطه، ان شاء الله لقائنا القادم تيجي وتعدد لنا المزايا اللي بقت موجوده في محافظه سوهاج ان شاء الله، واللي جعلتها على الخريطه السياحيه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا استاذ عماد محمد اسماعيل، رئيس لجنه الثقافه والفنون بالمجلس العربي الافريقي للتكامل والتنميه، شكرا جزيلا. الف شكر لك يا فندم كل القائمين على البرنامج. شكرا. بشكركم ايضا مشاهدينا الكرام، وغدا باذن الله لقاء جديد.